قذافي عبد العاطي سفاح الجيزه. القصه دي انت مش مهم تعرفها خالص لو انت شخص قافل على نفسه 4 حيطان وما بيشوفش اي حد وما بيتعاملش مع اي حد غريب. القصه اللي هتخليك تفكر 1000 مره قبل ما تتعامل مع حد غريب وتثق فيه. شخص سلوكه طبيعي جدا، بيشتغل موظف، دخل سمساره العقارات علشان يزود دخل، وبعد ما اشتغل فيها مده قرر يسيب وظيفته. اتعرف على واحده اسمها فاطمه الزهراء في عام 2005. كان في الفتره دي بيتعامل عادي باسم قذافي واتجوزها باسم قذافي. فاطمه كان عندها اخت اسمها نادين. القذافي كان على علاقه غير مشروعه بيها، وكانت هي اول جريمه يرتكبها القذافي في 2015. نادين لما عرفت ان القذافي بيتقدم لاختها فاطمه ما سكتتش وحاولت تشوه صورته قدامه انهم كانوا واخدين فكره عنه غلط. ولما القذافي حس انها هتفضحه قرر يعمل خطه تريحه من نادين خالص. لعب على نقطه ضعفها وانها نفسها تمثل. قال لها انه يعرف منتج سوري عايز يعرض عليها شويه اعلانات وشويه افلام تصورها، وعشان يظبط الخطه بتاعته صح راح يكلم اهلها ويقنعهم، وخد معاه المنتج السوري. والمنتج السوري عرض عليهم الشغل بمبلغ مادي كويس جدا عشان يقنعها انها تسافر، بس هتشتغل بره مصر. وبعد ضغط ومحاولات من اقناع القذافي لاهلها عشان هي تسافر ويكمل خطته سافرت. ومن يومها اتقطعت كل الاتصالات من نادين لاهلها، مفيش اي مكالمات هاتفيه خالص، مجرد التواصل كان عن طريق رسائل نصيه. طبعا كلنا عارفين مين اللي كان بيبعت الرسائل النصيه. الرسائل دي كان بيبقى موجود فيها انها كويسه، انها شغاله تمام، مره انها تعبت شويه، مره انها رجعت كويسه، بس ما كانش فيه اي تواصل بالتليفون. في نفس الوقت ده اللي هو كان 2015، خليك فاكر التاريخ، قذافي كان عنده صاحب اسمه المهندس رضا. المهندس رضا كان مسافر بره وكان شغال وكان مرتاح ماديا. قذافي اقنعه ان شغل السمسره في العقارات بيجيب ربح كويس جدا، وبدليل ان هو ساب شغله عشان يشتغل في سمسره العقارات. فعرض عليه انه يبدا يحول له فلوس من الخارج وهو يستثمرها له هنا في مصر. والمهندس رضا بشكل ما وافق. قعد المهندس رضا يبعت في فلوس يبعت في فلوس يبعت في فلوس لحد ما جه فتره عليه لقى ان مفيش اي عائد مادي القذافي بيرجعه له، وبيبعت الفلوس دي في الهوا. بعد 3 سنين بعد ما اكتشف انه بعت 3 مليون جنيه فكر ان هو ينزل مصر علشان يعرف ايه اللي بيحصل. وفعلا القذافي راح يستقبله في المطار وطلب ان هو يعزمه على كشري في شقه من الشقق اللي جايبها ومسجلها باسم الباشمهندس رضا، وكانت اخر عزومه. حط له سم في الكشري، وبعد ما مات خده ونقله على شقه تانية برضه كاتبها باسم الباشمهندس رضا ودفنه في الشقه دي. واتصل باهله وقال لهم انه راح يستقبله من المطار، وبعد كده اختفى وما يعرفش هو راح فين، وبدا يدور معاهم عليه يا جحودك يا اخي. وبعدها بعت رساله من رقم المهندس رضا لاهله وقال لهم ان هو اتقبض عليه لانه كان تقريبا ماشي في مظاهره وهو مش عارف دلوقتي هو رايح على فين. خطه ذكيه، انا مش عارف ازاي ده صاحبي. اعتقد ان القذافي ما كانش يعرف يعني ايه GPS وان هم ممكن يجيبوه باللوكيشن. بعد ما القذافي لقى الدنيا ماشيه معاه في موضوع الاجرام قتل نادين وقتل المهندس رضا. تفتكروا هيقتل مين؟ فاطمه زوجته الاولانيه اللي كان متجوز قبلها ومتجوز بعدها وباسماء مختلفه بس هي ما تعرفش. فاطمه لقت في شنطه من شنط القذافي بطاقات مزوره عليها اسماء مختلفه بس كلها بصوره القذافي. قامت خناقه بينها وبينه وبدات تتاكد ان الشخص ده نصاب. ولما القذافي حس انها هتبلغ عنه وهتفضحه قرر ينتقم منها. حط لها سم في الاكل. انا مش عارف هي قعدت تكمل معاه تاكل ليه اصلا. وبعد كده قطعها حتت دخلها الديب فريزر، خدها على الشقه اللي فيها المهندس رضا مدفون ودفنها جنبه ووضب الشقه كامله، عمل لها سيراميك وعرضها للايجار لمده 4 سنين. اجباري ودوني الشقق واجباري ودوني الشقق. وحتى النيابه دخلت لما دخلت الشقق لقت السيراميك كله جديد. وحتى النيابه لما دخلت لقت السيراميك جديد. السيراميك جديد. ماشي، واجبروني اعمل المواقف دي كلها واجبروني على الكلام ده كله. واجبروني على الكلام ده كله. طبعا اهل فاطمه هيسالوا عليها زي ما سالوا على اختها نادين لما اختفت وقالوا القذافي انت السبب. برضه سالوا القذافي وقالوا له انت السبب في اختفائها. رد عليهم وقال لها انها سرقت فلوس منه وهربت، وبعت رساله من موبايلها لاهلها بتقول انها كويسه ولقت حد تاني تعيش معاها. وبكده مفيش دليل على القذافي ان هو عملها. في 2017 استخدم التوكيلات اللي كان عاملها له الباشمهندس رضا وباع كل ممتلكاته واتنقل على اسكندريه. في نفس الوقت ده المحامي بتاع الباشمهندس رضا لقى رساله جايه له بتقول ان الباشمهندس رضا مقبوض عليه لسه وعمال يتنقل من مكان لمكان محدش عارف هو فين. في نفس الوقت ده اكتشف المحامي ان كل املاك الباشمهندس رضا اتباعت وان اللي باعها القذافي بالتوكيلات اللي معاه. هنا بدا يشك وراح طبعا بسرعه يقدم بلاغ، واكتشف وهو بيقدم بلاغ ان في بلاغات كتير قوي متقدمه ضد القذافي بالنصب. لما راح القذافي يعيش في اسكندريه طبعا مش هيعرف يعيش باسمه، عاش باسم الباشمهندس رضا وبيانات، وتعرف هناك على بنت اسمها ياسمين. ياسمين كانت من عيله مستريحه شويه. بدا يقنعها ان هو شخص مستثمر ناجح ويوريها نجاحات
حاجه علشان ياخد منها فلوس ويشغلها لها، ووعدها كمان بالجواز. وبعد ما بدا ياخد منها فلوس مره في الثانيه في الثالثه، عدت فتره وياسمين ما لقيتش منه حاجه، فبدات تشك فيه وتطالبه بالفلوس بتاعتها. قال لها ان هو معهوش فلوس وكل اللي معاه دلوقتي اجهزه الكترونيه موجوده في مخزن، وطلب منها انها تيجي المخزن تاخد بدل الفلوس دي اجهزه الكترونيه. وفعلا راحت له المخزن، ولما راحت هناك قتلها ودفنها في المخزن. بعدها ب3 شهور القذافي قرر ان هو يتجوز الدكتوره نهى. اظن دافع القذافي بقى واضح جدا. بعد ما اتجوزها ب3 شهور طلبت نهى الطلاق، ما نعرفش السبب، لكن هي كانت من عيله غنيه فهو قرر ينتقم منها، بس الحمد لله ما قررش يقتلها، قرر يسرقها. استغل فرصه ما حدش موجود في شقه عيلتها ولبس النقاب وطلع على الشقه وسرق كل المجوهرات اللي كانت موجوده فيها ومشي. اهلها شكوا فيه، وقتها كان اسمه الباشمهندس رضا، فراحوا عملوا بلاغ في الباشمهندس رضا. كان هو غير السكن وغير اسمه كمان لمحمد مصطفى، وتعرف على واحده اسمها مي. غريب قوي القذافي ان هو اتعرف على الستات دي كلها، ومي كانت من عيله مرتاحه جدا. عشان يبان قدامها في نفس المستوى الاجتماعي قرر ان هو يوريها قد ايه هو غني، فلازم يبيع من المسروقات اللي سرقها من العيله بتاعت نهى. راح اول مره عشان يبيع الذهب وعدت عادي. تاني مره كانت الحكومه وزعت منشورات بمواصفات الذهب اللي اتسرق والمشغولات الذهبيه كمان. السايغ قدر يتعرف على المشغولات الذهبيه دي، وفي نفس الوقت اللي كان فيه القذافي عنده اتصل بالشرطه وبلغ، طلبوا منه ان هو يعطله، وبالفعل ده اللي عمله، لحد ما الشرطه جت وقبضت على القذافي اللي هو في وقتها كان اسمه محمد مصطفى، وقدام الشرطه الباشمهندس رضا. فاتصلوا باهل الباشمهندس رضا وقالوا لهم ان هم قبضوا على الباشمهندس وتعالوا عشان تشوفوه. راحوا اهل الباشمهندس رضا على اساس ان هم هيشوفوا الباشمهندس، لقوا القذافي اللي كان منتحل الاسم وتعرفوا عليه. وهنا بدات كل حاجه تبان. ضغطوا على القذافي في التحقيقات لحد ما اعترف بكل حاجه، وراح مسرح الجريمه وقال لهم على الجرائم بتاعته اتعملت ازاي. القذافي سفاح الجيزه زي ما بيقولوا مش مجرم عادي، مجرم الطمع مال عينيه ومش ذكي، هو وقع في الاخر واتقبض عليه في 2020 عن طريق الصدفه، واي مجرم هيجي عليه وقت ويقع. القصه دي مش هتستفيد منها حاجه غير انك انت ما ينفعش تامن لاي حد غريب، لازم تتاكد الاول الشخص اللي انت هتثق فيه مين وبيعمل ايه وتسال عليه كويس. القصه دي موجهه للناس اللي بتثق في ناس غريبه بسرعه وبيحكي لهم كل حاجه وما يعرفوش هما ممكن يعملوا ايه بالكلام ده وازاي هيستغلوه.